الناس كلها مستنية GTA 6 عشان الجرافيك بتاعها عالي جدا، بس محدش واخد باله ان اللعبة دي هتكون اخطر جاسوس شفته في حياتك. اخطر جاسوس. دلوقتي ال AI جوه اللعبة هيبدأ يتابعك، يتابع تصرفاتك، ردود افعالك، اسلوب لعبك، وحتى صوتك وانت متعصب. كل ده بيتسجل ويتحلل ويتخزن وانت اصلا مش واخد بالك، انت مش دريان. ده كل هدفك اللعبة وانك تكسب، والنتيجة ان اللعبة هتعرف امتى ممكن تشحن، امتى تتعصب، وهتقدم لك عروض حسب حالتك النفسية. والمصيبة ان اي تسريب بسيط ممكن يخلي بياناتك تتباع عادي جدا لشركات او حتى هاكرز. طيب ازاي تحمي نفسك بكل بساطة من حاجة زي كده؟ انت دلوقتي قاعد بتلعب GTA 6 ومستنيها على نار. حلو جدا. انا كواحد من الناس اول ما GTA 6 تنزل اكيد هشتريها، اكيد. طيب ازاي احمي نفسي بقى؟ احمي نفسي ان مش اي حاجة تحصل لي اعمل المضاد ليها على طول. بمعنى انا متضايق عشان خسرت، فبالتالي انا عايز اكسب، فهعمل ايه؟ ممكن اشحن عروض عشان اكسب، ممكن اجيب مودات عشان اكسب، ممكن اعمل اي حاجة تخليني بس تخرجني من حالتي النفسية وانا مبسوط. انت هنا بتضر نفسك، انت هنا بتضر نفسك. ما تسمحش للاي اي انه يخليك انت الهدف. انت مش هدف، بالعكس خلي الاي اي هو اللي يخاف منك. افتكر دايما الخصوصية مش حاجة اللعبة بتحترمها، او اللعبة ذكية، خليك انت اذكى منها.